الناس اللي ما يعرفوش التاريخ يقول لك راكم ما عندكمش لباس، بالعكس. هذه يتاعنا وهذه يتاعنا. وعلاش كنا نلبسوا قبل ما تدخل فرنسا؟ حتى في وقت ما دخلت فرنسا كانوا يلبسوا الجزائريين. كي اللي عملته فرنسا في الجزائر شيء دمار في اسواق الجزائر، في الحرفه، في الصنائع، خلى الجزائر تفقد جزء مهم من تراثها الملبسي. حتى انه صاروا اللي ما يعرفوش التاريخ يقول لك راكم ما عندكمش لباس، هذه يتاعنا وهذه يتاعنا. وعلاش كنا نلبسوا قبل ما تدخل فرنسا؟ حتى في وقت ما دخلت فرنسا كانوا يلبسوا الجزائريين. هذا اللباس اللي نلبسوا فيه كان معروف لباس تاع الروامه، ما كانوش يلبسوه الجزائريين. يقول لك اللباس الرومي ما نلبسوش، كان يلبس البرنوس والجلابه والخشبيه والقندوره والوهره والعمايم والشواشي اللي كانت تلبس. لكن اليوم للاسف انه عانينا من استدمار فرنسي، وبعد ايضا 62 ما كانش فيه اهتمام كبير باللباس الاصيل الجزائري. واليوم الحمد لله يعني خاصه هذا العام كان فيه يعني الجزائريين، الشباب الجزائري يلبس جزائري يصور به وينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. كانت هبه لنصره او لاغاثه هذا اللباس وإعادة احياء هذا اللباس بمختلف انواعه في مختلف مناطق الجزائر.